قبل 90 عاما من الآن ولد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتحديدا في مدينة الرياض عام 1924 للميلاد، حيث تتلمذ في مدرسة والده ومعلمه الأول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في مجالات الحكم والسياسة والإدارة والقيادة، إلى جانب ملازمته لكبار العلماء والمفكرين. في العام 1962 للميلاد تسلم الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئاسة الحرس الوطني، وفي العام 1975 أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني، وفي العام 1982 بويع وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني، حتى خلف بعد ذلك شقيقه الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله ملكا للمملكة العربية السعودية في 26 من شهر جماد الثاني عام 1426 للهجرة. في عهده شهدت المملكة الكثير من المنجزات التنموية العملاقة، كان من بينها استثمار الإنسان من خلال التعليم، حيث تضاعف في عهده عدد الجامعات من 8 جامعات إلى 21 جامعة حكومية و4 جامعات أهلية، بينما شهد برنامج خادم الحرمين يرحمه الله للابتعاث مشاركة مئات الآلاف من أبناء وبنات المملكة انطلقوا في أصقاع الأرض قاطبة ينشدون العلوم بمختلف التخصصات. بالإضافة إلى ذلك جاء مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، والذي يتم تنفيذه على 6 سنوات بتكلفة 9 مليارات ريال. شهد عهده أيضا نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من خلال مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة شهد بها القاصي والداني، بخلاف التوسعات الضخمة التي أمر بها للحرمين الشريفين والتي تضاعف استيعاب المصلين. في المجال الاقتصادي كانت توجيهات الملك عبد الله يرحمه الله مثمرة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة العمل في البلاد، وهو ما مكن المملكة من الدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول أجرت إصلاحات اقتصادية عكست على تصنيفها في البنك الدولي، حيث صنفت أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط، باحتلالها المركز 32 من أصل 178 دولة. في التقدم الحضاري كان للراحل بصمات واضحة وجلية، فقد حرص على بناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات، وتم إكمال منظومة الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة، بينما تم تحديث نظام القضاء وإنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين، بينما قام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار وإنشاء جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للحوار الحضاري. خارجيا كانت سياسة المملكة في عهده مستمرة على مبدأ الشفافية والوضوح، فقد حافظ على ذات المنهج منذ عهد والده المؤسس من خلال الاعتدال والاتزان والحكمة. كثيرة هي الإنجازات التي تحققت في عهد الملك الإنسان عبد الله بن عبد العزيز، ظفر خلال سنواتها في كسب محبة كبيرة من شعبه، صغيرهم وكبيرهم، الفقير منهم والغني. لقد كان شمسا مضيئة تشرق كل يوم، وسيبقى في ذاكرتهم للأبد. رحم الله عبد الله بن عبد العزيز، وإنا لله وإنا إليه راجعون.